هل برشلونة حسم الدوري؟ لا، مش ده السؤال. السؤال هو امتى حسمه، ومن شهور ولا من النهارده؟ لو فاكر ان برشلونة حسم الدوري النهارده يبقى انت ما كنتش بتتفرج على الموسم اصلا. في لحظة واحدة بس في الموسم هي اللي حسمت الدوري لبرشلونة. بس السؤال الحقيقي، امتى كل حاجة اتغيرت؟ وهل كانت لحظة سقوط قدام اتلتيكو، ولا لما هانز فليك قرر يغير طريقة اللعب؟ مش بس النتائج، ولا يمكن اللحظة اللي ظهر فيها لاعب قدر يغير شكل الفريق؟ الحكاية مش مباراة ولا حتى 3 نقط، دي قصة فريق قرر يحسم الدوري قبل ما حد ياخد باله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكل شبه رسمي برشلونة حسم لقب الدوري الاسباني، ومش بس كده، ده حسمه بطريقة تقول لك ان الفريق ده كان بيلعب على اللقب من اول جولة. بس خليني اقول لك حاجة اهم. الموضوع هو مش لقب، الموضوع هو مشروع بيتبني. هانز فليك مش بس كسب الدوري، هو غير شخصية الفريق بالكامل. برشلونة بقى فريق بيلعب بنفس العقلية من أول جولة لحد دلوقتي، نفس الريتم، نفس التركيز، نفس الأهداف. مش زي قبل كده، لا، الفريق بقى أذكى. هانز فليك في الموسم الثاني ليه مع برشلونة عمل اللي ناس كتير ما كانتش متوقعاه. أقصى ريال مدريد من سباق بدري جدا. الموسم اللي فات ريال مدريد صمد شوية، لكن الموسم ده برشلونة ما سابش أي فرصة. فرق 9 نقط، وده مش رقم، ده إعلان نهاية. بشكل شبه رسمي برشلونة حسم الدوري رقم 29 الأسباني. هو لسه مش رسمي حسابيا، لكن منطقيا هي خلصت. احنا بنتكلم عن فريق متصدر بفرق 9 نقط وعنده 7 مباريات بس. يعني ببساطة مبروك يا جماهير برشلونة، الدوري رايح الكامب نو. الموسم ده بقى يا صديقي كان موسم معاناة ومتعة في نفس الوقت. خسارة مؤلمة قدام اشبيلية، مباراة سوسيداد اللي عملت فيها كل حاجة وبرضه ما كسبتش. بس هو ده جمال الليجا. جماهير برشلونة الحقيقية بس هي اللي هتفهم قيمة الدوري. اللي يميز برشلونة مش بس الفوز، لكن العقلية اللي بقت عند الفريق. الفريق من أول الموسم لحد الجولة 31 بنفس النسق، نفس التركيز، نفس الأهداف. لكن التحول الحقيقي حصل بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد. من هنا برشلونة اتغير. قبل كده كان بيسيب مساحات، دلوقتي بقى فريق بيستحوذ ويسيطر ويسجل. لكن المهم إنه بقى يعرف يقفل المباراة. بقى فريق واقعي بيقدم أداء جميل. وهنا لازم نقف عند لامين يامال. ناس كتير شايفة إنه دوره هجومي بس، لكنه في الحقيقة وجوده هو اللي مخلي الفريق هادي. لأنه ببساطة في أي لحظة يقدر يخلص الماتش، وده اللي بيخلي برشلونة يلعب بالراحة. أرقامه لوحدها بقت مرعبة، 39 مساهمة تهديفية في 43 مباراة. خلي بالك هو بدأ الموسم كمان مصاب، وبدأ ببطء، يعني احنا قدام لاعب استثنائي. ولما تيجي تبص عليه تفتكر ليونيل ميسي في بداياته. موهبة واضحة لكن لسه عنده خطوة ناقصة. الحسم في كل لقطة، لو وصل ليها انت بتتكلم عن مستوى تاني خالص. بس خلينا نكون صريحين شوية، برشلونة لسه عنده مشاكل، خصوصا في المهاجم الصريح وبعض الحلول الهجومية. لكن رغم كده الفريق بيقدر ينافس، واخد الدوري بفرق مرتاح، وده مش طبيعي. خصوصا لما تعرف ان برشلونة بيعاني من مشاكل تسجيل لاعبين وازمات مالية وضغط اداري. مع ذلك الفريق بيكسب. وهنا تيجي النقطة الاهم. برشلونة رجع له اهم حاجة فقدها من سنين، هي الشخصية والهوية. الشخصية الانهزامية اللي كانت موجودة اختفت بنسبة 90%. دلوقتي الفريق مش بيخاف، مش بيتهز، وبيعرف يرجع في اي وقت. فاضل بس حاجة واحدة، برشلونة يتخلص من السيناريوهات الكارثية في اوروبا. طب السؤال بقى، هل ممكن نشوف ريمونتادا في دوري الابطال؟ ليه لا؟ فاكر لما برشلونة رجع قدام اتلتيكو مدريد لما كان خسران 2-0 كسب 4-2؟ يعني مفيش مستحيل في الكورة. هل هيبقى الدوري كفاية لبرشلونة؟ الإجابة لأ، لأن التحدي الحقيقي لهانز فليك هو الفوز بدوري الأبطال. على فكرة النوع ده من التحليل مش هتشوفه كتير، فلو وصلت لهنا يبقى لازم تكون من الناس اللي قاعدة معانا جوه في القناة. اعمل اشتراك ولايك للفيديو. نيجي بقى لقرار هانز فليك اللي ناس كتير انتقدته، انت ليه ما ريحتش اللعيبة؟ الحقيقة ان فليك كان بيلعب على الضربة القاضية. مباراة اسبانيول دي مش 3 نقط وبس، دي حسم دوري، انه يقتل امال ورسالة نفسية لريال مدريد. فليك اختار ينهي القريب قبل ما يفكر في البعيد، وده الفرق في فريق البطولات وفريق بيجري ورا البطولات. برشلونة دخل المباراة بشراسة واستحواذ 81%، ضغط عالي، سيطرة كاملة، رسالة واضحة، احنا جايين نخلص مش هنلعب. بس خلينا صريحين، في لعيبة
تستفزك زي فيران توريس، 3 شهور ما بيجيبش اهداف وبعدين بيسجل وعايز يعمل نفسه بطل الموسم. المشكله مش في الهدف، المشكله في العقليه. اللاعب الكبير بيعرف امتى يعتذر وامتى يتكلم وامتى يتصرف. رغم كده برشلونه عنده عوامل حسم حقيقيه. واحد زي لامين يامال رجع لك الثقه الهجوميه، عندك تنوع حلول، وده بيخلي الفريق داخل على مباراه اتلتيكو في دوري الابطال عنده ثقه وزخم كبير، وده اهم من اي خطه. في النهايه برشلونه ما حسمش الدوري في المباراه دي، هو حسمه بالعقليه والاستمراريه والتطور. مبروك لجمهور برشلونه، لقب مستحق وفريق بيكبر قدام عينينا. دلوقتي احنا قدام مشهد واضح، فريق بطل دوري عنده مدرب قوي وعنده موهبه استثنائيه زي لامين يامال. يعني ببساطه برشلونه مش راجع بس، ده برشلونه ناوي يدخل عصر جديد. فانت ممكن تنتقد برشلونه في اي حاجه، لكن مستحيل تنكر المتعه والجمال والروعه اللي احنا شفناها الموسم ده، لان ده الدي ان ايه بتاع برشلونه. حتى لو خسرت فانت بتخسر وانت بتستمتع، والموسم ده اللعب الجميل جاب لك بطولات كمان. وفي وسط كل ده طلع لك نجم وطلع لك حاله استثنائيه للفريق. فلامين يامال لاعب بيقول لك انا مش موسم، انا جاي للتاريخ. ولو في ريمونتادا جايه فهي هتكون بامضاء لامين يامال. وكمان لازم ندي ناس تانية حقها، واحد زي فرانكي دي يونج رجع واضاف كتير، فيران توريس سجل وبدا يفوق. الخبر الجميل بقى بالنسبه لمشجعي برشلونه هو عوده جافي بعد غياب طويل قوي. لا وكمان احصائيات جافي كانت مرعبه، ولا اكنه جاي من غياب طويل. في مباراة اسبانيول كان أول مرة نشوف جافي وفيرمين لوبيز مع بعض، الاتنين ادوا برشلونة أفضلية كبيرة جدا في نص الملعب مش موجودة عند أي فريق تاني. الاتنين ماكينة الضغط مش بتقف، بيقدروا يتحكموا في رتم المباراة بشكل مرعب. جافي قدام اسبانيول وصلت دقة تمريراته ل 98%، وعمل 3 مساهمات دفاعية و3 مرات استرجاع للكورة. 7 صراعات أرضية فاز بيها، و100% نجاح في الصراعات الهوائية. بدري لازم هننتظر منه كتير وهيظهر في الايام اللي جايه، بس اهم سؤال دلوقتي هي الاداره ناويه تساعد الفريق؟ الراجل هانز فليك عمل كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بامكانيات محدوده، يبقى الطبيعي ان انت تدعمه وتقف جنبه، تجيب له مدافع قوي يشيل معاه، تجيب له مهاجم حقيقي يكون احتياطي للفاندفيسكي، ظهير محترم يشيل لك الفريق. لان ببساطه انت مش صعب ان انت توصل للقمه، لكن الصعب ان انت تفضل وقاعد مربع ومستربع فيها. ولو عايز تبقى جزء من الرحلة دي للنهاية ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس، عشان الفيديو اللي جاي هيكون عن مواجهة اتلتيكو. والسؤال دلوقتي، هل الفريق ده هيكتفي بالليجا ولا ناوي انه يدخل عصر جديد؟ لو شايف ان برشلونة بدأ العصر الجديد فعلا فقول لي رأيك في التعليقات. سلام.